السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست اعرف كليتك. النهاردة معانا نموذج أكثر من مشرف، قصة كفاح جميلة جدا من أيام الكلية اللي بعد التخرج. نرحب كلنا بالدكتور حسين عجوة. نورتنا يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا يوسف. وطبعا في الاول بشكرك على الانفيتيشن ان انا اجي معاك. كنت شرف كبير ليا طبعا ان اكون معاكم، متابع طبعا الحلقات بتاعتكم، متابع الفكره والهدف اللي انت عايز توصل له، ويعني شرف كبير ليا طبعا ان انا اكون النهارده معاكم في وسطكم. ويعني الحمد لله، يعني ده فضل عند ربنا كبير انك انت معتبرني نموذج ممكن تجيبني هنا معاك في البودكاست ونتكلم عنه. ده شرف لينا يا دكتور. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك يا دكتور؟ أنا حسين سعيد عجوة، خريج كلية العلوم قسم الكيمياء 2004. حصل على الماجستير في 2008، حصل على درجة الدكتوراه في 2015، وحاليا أنا مدير الأبحاث والتطوير، إدارة الأبحاث والتطوير في شركة فاركو للكيماويات المتخصصة في صناعة وإنتاج المواد الفعالة اللي هي الإي بي آيز، الأكتيف فارماسيوتيكال إنجريدينتس. ما شاء الله، ده يعني تايتل وتاريخ حافل يعني. ربنا يخليك يا رب، كتر خيرك. طبعا زي أي حد بعد ثانوية عامة جالك علوم، عايز أعرف بس هل هي كانت هدف ولا كالعادة كان الهدف طب؟ لا، كالعادة ان هي مش كانتش محطوط انها هدف. كان طبعا التارجت بتاعنا طب صيدلة. كلية علوم لما جات لي في التنسيق، يعني صراحة ما كنتش حاببها قوي، بس كان في بقى كلام مع الناس اللي حوالينا: انت داخل كلية كويسة، داخل كلية بدأ حتى دكتور أحمد زويل بدأ يظهر في الموضوع وخد جائزة نوبل. فبدأنا نفهم ايه كلية العلوم دي، حتى ما حدش فاهم يعني ايه كلية العلوم. واتقال لي برضو انت زي الصيدلي زي الطب، هتخش ببلطو وتعمل تجارب في المعمل وتقدر يعني حتى يعني ايه، الناس بتحاول انها تقرب الفكرة بتاعت ان انت عايز صيدلة طب، لا ما انت هتلبس بلطو زيهم برضو وتخش كلية وتعمل تفاعلات وتفهم يعني ايه تفاعلات كيميائية. طبعا الكلام ده كان كلام، لكن لغايه ما دخلت فعلا شفت الموضوع. يمكن اول ترم حضرت كنت مسجل فيه كيمياء فيزيائيه مع الدكتور فتحي عبد الغني، ودي كانت من الاساتذه، استاذي طبعا وحبيبي، وكان جاري وقتها في 2000. كنا بنصلي مع بعض صلاه العشاء في الجامع يوميا. من الاساتذه اللي هم خدوا بايدي، حببني في الكليه. طريقه شرحه، طريقه القائه للمحاضره شكلها ايه. كان بيخش الساعه 9 وربع يطلع الساعه 11. كان بيتكلم طول الوقت ده كله عن الكيمياء الفيزيائية بشكل سلس ومفهوم، وبيوصل بطريقة بسيطة وسهلة. من اول ما حضرتك دخلت الكليه كان في جايد اصلا من البدايه خالص، يعني ما شاء الله من اول ترم ما كانش في تخبط، كان في حد واخد بايدك يعني. دي حقيقة دي حته بفتقد ليها ناس كتير جدا، ودي وانا حقيقة. كنت منهم يعني، واجيال كامله اللي هو بندخل الكليه ما فيش حد لسه ياخد بايدينا او يعني. انت ما شاء الله ربنا رزقك بحد قوي جدا من اول ترم بدأت صح. دي حقيقة. وحببني جدا في الكلية، حببني جدا في طريقة شرحه. بدأت اخد الموضوع، انا حتى بحضر معاه وانا حابب الحضور وانا فاهم يعني ايه كلية علوم، لدرجة ان هو استاذنا الدكتور فتحي عبد الغني يوم النتيجة ما طلعت طلب: حسين فين؟ وما اعتمدش ان انا كنت معاه في كجاره وبنصلي مع بعض والكلام ده كله ان ده ممكن يأثر على حاجة خالص. طلبني، رحت له، قال لي: يا حسين انت جايب امتياز في مادة كيمياء فيزيائية ترم اول. ترم اول، و... ويا ابني دي والله مجهودك وتعبك. ما ولا شاء كان الله. في اي تأثير في اي حاجة خالص غير المجهود والتعب اللي انت تعبته، ودي نتيجتك الحقيقية. وانا فخور بيك وورقتك عجباني جدا. قلت له: يا دكتور انت من الناس اللي حببتني في الكلية باسلوبك السلس، الشرح المبسط، الاخلاص في شرحك. بالتالي دي كلها عوامل ساعدتني ان احب الماده واذاكرها واخش امل فيها امتحان طب اجيب ده فيها كان امتياز. ده كان ليه انعكاس على المواد التانية ولا دي كانت الماده اللي؟ لا، دي كانت البدايه دي لما اخدتها قلت: طب ليه ما اكررش الكلام ده كله مع بقيه المواد، واخلي من كليه العلوم بدل ما كانت موضوع مش محبوب ان انا اخشه، طب ما انا خلاص جوه الكليه ما اكمل في المسار ده واحب المواد وابدا افهم وابدا اشتغل على نفسي وابدا اشوف المحاضرين واشوف الاساتذه ونبدا نروح المكتبه ونبدا يعني ايه تخش بقى في المود بتاع المذاكره وبتاع الايه بتاع كل حاجه. وفيه نقطه كمان كانت مهمه جدا: انت مش بخش المحاضره او الماده عشان خاطر تجيب امتياز وخلاص، او انك انت تنجح وخلاص. لا، انت الشرح نفسه، الماده العلميه نفسها شكلها ايه. حببتنا الكيمياء. انت يعني ايه كيمياء؟ يعني الموضوع يعني ايه كيمياء عضويه وكيمياء فيزيائيه والفتيه واروماتيه وهتيرو وضوئيه. لا، الحاجات دي ليه المسميات دي موجوده؟ فكل مسمى جوه فيه شرح كبير بيخدم على المسمى ده. طب حضرتك كنت بتذاكر ازاي؟ يعني احنا دلوقتي بيبقى معانا الكتاب او الكونتنت اللي الدكتور
بيعرضوا، سواء كان PDF، كان برزنتيشن، كان كتاب، ايا يكن الكونتنت ده بيبقى ليميتد برضه، ما بيبقاش يعني بيشرح الماده بشكل كامل. طبعا يعني في مواد بتبقى كامله طبعا، وفي مواد بتبقى بالنسبه للناس انا شايف قدامي ايه طلاسم. مظبوط. طيب انا ابدا منين بقى؟ يعني انا لو انا طالب في سنه اولى او تانية ومعايا ماده مهمه زي وليكن هيتيرو، او ماده مهمه زي كروما، زي سبيكترو، وعايز اذاكرها بالطريقه اللي تخليني لما اتخرج في سوق العمل اعرف اشتغل، ما بقاش حافظ وخلاص، يعني ابقى عارف شكل الاجهزه، عارف اتعامل معاها ازاي، وهكذا يعني. اول حاجه انك انت تكون ملتزم بحضور المحاضره وتسجل كل حاجه في المحاضره. انا لحد النهارده كل المحاضرات اللي انا بكتبها من 2000 و2004 موجوده عندي لغايه النهارده. ولما تخلص المحاضره في نفس اليوم تروح تراجع المحاضره دي تاني وتذاكرها وتبيضها. الماده لما تبقى معاك حاضره من الاول انت بيفتح مجال كتير وبيخليها لك سهله جدا. لكن ما اعتمدش ان في امتحان ميد ترم او امتحان فاينل ابدا ان انا بذاكر على قد الامتحان او وقت الامتحان. لا، ما تعملش كده. يعني اذاكر الكونتنت اللي قدامي، وده هيفتح لي اصلا. وقبل ما تذاكر تكون حاضر. المحاضر هنا ليه دور كبير جدا، والاساتذه هنا عندنا في الكليه بسم الله ما شاء الله عندهم انت عارف عددنا صغير مش زي كليات التانية نظريه. عددنا الصغير عند الدكتور بيبقى عارف الطلبه. ففي عندك مساحه انك انت لما تبدا تحضر المحاضره وتسجل، واللي مش فاهمه ترجعه للدكتور تاني. والمكاتب الدكاتره مفتوحه، وعمري ما رحت للدكتور وقال لي انا مكتبي مقفول او انت ما تجيش، وتساله مره واثنين وثلاثه على الحاجات اللي انت مش فاهمها. وتحضر المحاضره من اولها وترجع تاني عشان خاطر تبيض الحاجات دي كلها هتسهل لك فهمك للمحاضره. وانت بتذاكر ليه؟ مش بذاكر عشان خاطر انا عايز المذاكره اخد الماده العلميه، لا، الماده العلميه لازم تربطها بايه؟ بالدنيا اللي حواليك. انت النهارده مثلا في ضوئيه بتتكلم على الليزر واستخدامات الليزر. طب يعني ايه الليزر الاول؟ ما انت بتتكلم على الليزر كليزر في كيمياء ضوئيه، بتاخد الاساس بتاعه. اربط بقى الكلام بالحاجات اللي انت بتبقى عارفها بره. ان الليزر بيبقى ليه استخدامات كتير من الناحيه الفيزيائيه، من ناحيه الاجهزه دلوقتي، من ناحيه الطب، من ناحيه الفلك حتى. يعني يبدا اللي ياخده في الماده يبدا يشوف الابليكيشن بتاعته، يعني يسرش بقى على يوتيوب او يسرش على جوجل او مظبوط. اي مصدر مظبوط. للمعلومات، يبدا يربط المعلومات الاكاديميه دي بالجانب الايه الابلايد يعني. تمام. وممكن من الناس اللي اثرت فيا جدا، وده يعني ابويا الروحي واستاذي الاستاذ الدكتور مجدي زهران. لما كنت بحضر معاه المحاضرات، انا الدكتور مجدي عرفته من سنه تانية، من سنه تالتة في الترم التاني. ودايما كان بيربط الماده العلميه بالتطبيقات بتاعتها الخارجيه، فحببك اكتر. يعني من ضمن الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها، يعني يقول لك ايه مثلا، كنا بناخد في هيتيرو التريبتوفان. التريبتوفان ده اصلا ايه؟ هي ماده موجوده في لبن الام. فيقول لك ليه الطفل لما بياخد لبن الام بينام او بيحصل له هدوء، وكان بيعيط ولما يشرب اللبن يهدى. فلقوا ان في ماده اسمها التريبتوفان موجوده في اللبن، هي المسؤوله عن الايه؟ عن الهدوء. فبيسموها المرحله ما قبل النوم، اللي هي السيداتيفيتي. فبداوا العلماء ياخدوا من صنع الله سبحانه وتعالى النوم، ازاي اقدر احضر التريبتوفان ده كيميائيا في المعمل، واخده احطه في دواء عشان يبقى ده سيداتيف دراج. يعني ايه سيداتيف دراج؟ ان انا عايز اعمل هدوء، اللي هي مرحله ما قبل النوم. عايز واحد هديه متعصب، فاديله الايه؟ التريبتوفان في شكل كبسوله. فانت هنا بقى ايه؟ الماده دي انا من الكلام ده من 2003 او 2004، انا لغايه النهارده فاكر الموقف ده. ليه؟ لان الدكتور مجدي ربطها بايه؟ بحاجه احنا كلنا بنشوفها. الطفل بيرضع بيبقى ساكت، خلص. طب ايه السبب؟ يعني نقصد ان احنا نربط المعلومات الجافه اللي قدامنا او المعلومات الاكاديميه البحته دي بالابليكيشن بتاعتها فعلا، مظبوط. بحيث ان انا لو نسيت المعلومه هفتكر الابليكيشن على هتفتكر الاقل، الابلكيشن. فهفتكر المعلومه. مظبوط. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي برضو كنت انا دايما ببقى حريص عليها، الابلكيشن. وبرضو كان في حاجات كتيره جدا من ضمن الحاجات اللي كنا بنتكلم عليها. يقول لك مثلا ايه من ضمن المركبات اللي بتعالج السرطان الثدي، اللي هو الاندول 3 كاربينول. طب هو موجود فين؟ موجود في الكابج فاميلي، اللي هي في الكرنب والبروكلي والحاجات دي كلها. وسبحان الله انت برضو من صنع الله سبحانه وتعالى قدرت تحضر ديريفاتيفز من الاندول 3 كاربينول عشان خاطر تحطه في ادويه لعلاج سرطان الثدي. انا لغايه النهارده فاكر يعني ايه 3 اندول كاربينول. عشان ايه؟ عشان اتربطت بابليكيشن. دي طريقه فعاله جدا في المذاكره، وانا جربتها شخصيا وكانت يعني حاجه مش فعاله جدا هتنساها، معايا. مش هتنساها. اه. لانك انت ربطتها بحاجه. ودي كانت البدايه بقى، ان انا بعد لما اتخرج هعمل ايه كبدايه. طب اثناء فتره يعني الاندر جرادويت، حضرتك شاركت في ابحاث او كان في تيم وورك معين شغال مع دكتور كنت شغال معاه او كده؟ من سنه رابعه.
من سنه رابعه. اول ما عرفت الدكتور مجدي، واول ما عرفت ان الدكتور مجدي بيشتغل كيمياء تطبيقيه، خلاص انا حطيت لنفسي هدف. انا عايز بعد الكليه اعمل ماجستير. ليه بعمل ماجستير؟ بشتغل على نفسي، بحسن من نفسي، بدي لنفسي خبرات اكتر، بعمل حاجه تطبيقيه. انت بتعمل كيمياء ليه؟ طب مين اللي هيعلمني الكلام ده؟ فرحت للدكتور مجدي وعرفت بنفسي وقلت له يا دكتور انا بفكر اعمل ماجستير مع حضرتك. قال لي يا ابني انت لسه في سنه رابعه، بس من دلوقتي ابدا اخش المعمل عندي وابدا اخد خبرات الناس اللي شغاله معايا ماجستير ودكتوراه، بحيث انك انت الفتره اللي انت بتتدرب فيها لما تيجي تسجل تمهيدي ونسجل ماجستير يبقى احنا داخلين على التراك على طول. ودي كانت البدايه، ودي حاجه من احد الحاجات اللي انا بنصح بيها حتى الناس من دلوقتي، من سنه ثالثه، من سنه رابعه، ابدا تتكلم مع الدكاتره انك تخش المدرسه العلميه بتاعتهم مع طلبه الماجستير والدكتوراه، وابدا شوف بيعملوا ايه. اللي انت بتشوفه نظري اللي انت بتاخده نظري هتشوفه عملي، سواء في طرق الفصل، سواء في طرق تعريف المركبات والايدنتيفيكيشن في الان ام ار، البروتون والكربون 13 والاي ار والحاجات دي كلها، سواء في التي ال سي والسين لاير كروماتوجرافي، حتى سواء في الميكانيزمات اللي انت بتقول ان بحط ستارتنج ماتيريال ايه مع ستارتنج ماتيريال بي بيحصل ايه تفاعل. التفاعل ده ليه ميكانيزم، تشوف الميكانيزم ده انت درسته فين نظري، شوف بيحصل عامل ازاي. ده سؤال الناس، ناس كتير بتساله، بتقول انا خلصت وعايز اعمل ماستر، اعمل في اورجانيك، ان اورجانيك، هشتغل على ايه بالظبط؟ يعني انا هعمل اورجانيك ولا ان اورجانيك، ولا انا هعمل في حاجه تانية خالص؟ بناء على ايه اختار الموضوع بتاعي؟ اختار الموضوع هنا هو مش اختيار موضوع لانك انت ما عندكش خبره تختار موضوع، بس انت حاطط لنفسك هدف عايز توصل له. الهدف ان انا عايز اطور من نفسي. موضوع انك انت تفضل طول الوقت في زمن كل حاجه بتتطور حواليك فيه بسرعه كبيره جدا وانت واقف زي ما انت مكانك، هتفضل زي ما انت مكانك، بل بالعكس هترجع ورا. طب ما هو كده يا دكتور، اتخرج، نفترض ان هو عمل الماستر بتاعه في الاورجانيك، اختار والمشرف اختار له موضوع معين، بعد كده اتفاجئ ان هو جاي له فرصه عمل في شركه كل شغلها ان اورجانيك. انا معاك، بس هقول لك حاجه، الماجستير هو ازاي تقدر تتعلم وتعمل ريسيرش. التخصص دايما بيبقى في الدكتوراه، تمام. فالماجستير بيديك الفرصه ازاي تقدر تعمل ريسيرش، ازاي تقدر تبحث عن معلومه وتجيبها، ازاي تقدر تتعامل مع شغل ادفانسد شويه في المعمل، بحيث ان تديك خبرات متراكمه. اشتغلت بعد الماجستير في مجال غير اللي انت اشتغلت عليه مفيش مشكله، لان الماجستير مش تخصص، التخصص ده بيبقى في الدكتوراه، فبالتالي انت خدت خبرات كبيره غير خبرات الكليه. اشتغلت في ريسيرش، عملت تفاعلات كيميائيه عن طريق انك انت عملت ديزاين لسكيما، السكيما دي انت اشتغلت عليها. ازاي قدرت ازاي تقدر تطلع مركب، ازاي تقدر تعمل له ايدنتيفيكيشن وتتعامل معاه بالبروتون النمار والكربون 13 والاي ار والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. قدرت ازاي حتى تقدر تفصل مركب عن طريق مثلا كريستاليزيشن، عن طريق انك انت تعمل له كولم وتفصله هو افضل بشكل بيور. افضل طريقه للتوضيح هي المثال، فخلينا نعمل اسقاط كده على حضرتك، نقول لك بعد ما اتخرجت اخترت الموضوع بناء على ايه، واشتغلت ازاي، وحصل ايه. دي احكي لنا الديتيلز كده، الستوري بتاعت ايه الماجستير بدأ ازاي يعني. انا لما فكرت في موضوع الماجستير فكرت اعمل حاجه اسمها الكيمياء التطبيقيه. انا بعمل الماجستير ليه؟ اطور من نفسي، احسن من معلوماتي، بس في الاخر انت الهدف ايه؟ تعمل ماجستير وخلاص، تعمل دكتوراه وخلاص ويبقى معاك ماجستير ومعاك دكتوراه، ولا يبقى ليه قيمه واثر؟ ليه قيمه طبعا. القيمه والاثر هنا مطلوبه جدا. طب عشان خاطر يبقى ليها قيمه واثر ما بعملش انا مركبات فور فن او فور كيمستري. وكمان اللي ساعدني ان انا حاطط لنفسي هدف، الهدف ده انا بدات ابلوره وانا في سنه رابعه، وبدات استاذنت الدكتور مجدي واداني الفرصه ان انا ادخل في التيم بتاعه اللي بيعمل ماجستير ودكتوراه، فاخدت خبرات اكتر وبدانا نتكلم على الكيمياء التطبيقيه. انا عايز اعمل كيمياء تطبيقيه، فالدكتور مجدي وقتها كان بيشتغل على مركب اسمه الثاليدومايد. الثاليدومايد ده كمركب الكيمياء بتاعته حساسه جدا، مش اي كونديشن تشتغل عليها لانه بيتكسر بسرعه في كونديشنز كتير، فمحتاج حساسيه وتعامل من نوع خاص. قعدنا مع الدكتور مجدي قال لي يعني ايه الثاليدومايد، قال لي احنا عايزين نعمل كيمياء الثاليدومايد ده. عايز اعمل كيمياء ليه اعمل كيمياء للثاليدومايد؟ الثاليدومايد هو كمركب مشكلته ان هو ذوبانه صعب، فبالتالي الناس بتاخد ليه دوز اعلى او جرعه اعلى علشان خاطر تدي الافكت، فبالتالي السايد افكت والاثار الجانبيه بتظهر فيه كتير. فبدأ الريسيرشرز يبدأوا يشوفوا ان انا اقدر ازاي اعمل ديريفاتيفز من الستريدومايد نفسه علشان خاطر اقول ان انا اعمل حاجات ليها ادفانتج تقلل لي الدوز وتديني افكت اعلى من الستريدومايد ومن غير سايد افكت.
يعني حضرتك قعدت مع الدكتور مجدي ده بدأ خلال سنه. يعرض عليك اه المواضيع الموجودة، انت انجذبت قوي الموضوع ايه وهو سالني، الشغل على السليدومايد. هو سالني انت عايز تاخد ماجستير اه، ماجستير ولا ماجستير عشان نعمل حاجه محترمه؟ قلت له انا جاي اعمل حاجه محترمه. فاختار لك الموضوع. فاخترنا الموضوع اللي هو كان شغال فيه وقتها. اه، فلقيته اتراكتيف وحاجة جدا انت انترست قوي بيها. جدا واكيد سرشت عليه حضرتك لوحدك كده وعرفت علشان. حتى الهيستوري بتاعته، لان الهيستوري بتاعته برضو كانت مش حاجه اللي ممكن تشجع انك تشتغل فيها. الهيستوري بتاعته ان هو كان موجود في السوق كسيداتيف درج، مرحله ما قبل النوم. وبعد كده السيدات الحوامل كانوا بياخدوه عشان خاطر الست الحامل بتبقى محتاجه دواء يهديها، خصوصا في شهور الحمل الاولى. لكن وجدوا ان الاجنه بيحصل لها ايه، تاكل في الاطراف بتطلع اجنه مشوهه، فسحبوا الدواء ده من السوق. ده فضل الموضوع ده في امريكا كبيره جدا جدا وفتره كبيره جدا وفي واتشهر يعني. تعويضات، وفي تعويضات كتيره جدا الناس خدتها بسبب الدواء ده. وبعد كده رجع تاني الدواء ده يبقى ابروفد في 98 لعلاج الجذام. وبالصدفه البحته كان ناس عندها جذام وتاكل اطراف في معهد في البرازيل، جالهم مره واحده هيجان عصبي. فالدكتور مدير المعهد قال انا هديهم سيدوميد عشان يهدوا، بما ان هو سيداتيف درج، وبما ان هم رجاله مش ستات فمش هيحصل السايد افكت ده يعني كان هو نفس السليدومايد ما كانش حصل له اي موديفيكيشن زي ما هو. خالص. هو فلقى ان الاطراف وتاكل الاطراف بدا يقل عند الناس، فبدا ده يدي لمبه وسبوت لايت كده ونور. القصه دي حصلت ازاي؟ وبداوا يستخدموا الفكره دي، ان انا اقدر بالفكره دي استخدمها لعلاج السرطان. ليه؟ لان لقوا السليدوميد ان هو بيقلل وصول الدم للاوعيه الدمويه، فبالتالي الاطراف بتطلع ناقصه. ليه بتطلع ناقصه؟ الدم اللي المفروض بيغذي الطرف مش موجود او قل. وقل، فبالتالي بيحصل نمو الاطراف بيبقى ايه، بطيء. بطيء. يعني نقدر نعمل كده مع التيومر. فتاخد الفكره دي وتعملها مع التيومر، ان انا ابدا ان انا اقلل الدم اللي بيغذي الورم السرطاني. لان الورم السرطاني عباره عن ايه؟ هو انتشار عشوائي انا شفت غير يعني منظم. جمله جميله كانت بتقول لك يعني ان الخليه بيجن جنونها، دي يعني حقيقه، بتنقسم بشكل مجنون يعني. مجنون وعشوائي وسريع. ليه بقى؟ لان الوعاء الدموي اللي بيغذي الخلايا السرطانيه اكبر من الوعاء الدموي الطبيعي، فبالتالي نسبه الدم اللي محمله بالاكسجين والغذاء بتروح للورم السرطاني بشكل كبير، فالانقسام فبيحصل له يبقى اعلى، يعني انتشار. معدل الانقسام اعلى يعني. طيب انت عشان تبدا تتغلب على الحته دي ايه؟ لازم اقفل الايه، الوعاء الدموي، الامدادات دي خالص. عن طريق بروتين اسمه الفاسكولار انسولين جروث فاكتور. البروتين ده بيبقى في الخلايا السرطانيه بيبقى عالي جدا، فلما يبقى عالي جدا بيحفز ايه، ان الوعاء الدموي يكبر، وكميه الدم اللي راح للخلايا السرطانيه تزيد، فبالتالي السرطان بيزيد وينتشر. طب انا اعمل ايه بقى؟ اقلل البروتين ده. طب لما البروتين ده يقل، الوعاء الدموي حجمه هيقل، فالدم اللي بيغذي الورم السرطاني هيقل، فبالتالي يحصل انكماش للورم السرطاني. من هنا كانت الفكره. انت هنا طول الوقت ده بيحصل لك كده اتراكشن للموضوع. موضوع ايه ده انا لو عملت حاجه زي كده ممكن اقدر اطبقها، نقفل البلاد فيزلز ونقلل البروتين ده. فموضوع تطبيقي خالص اهو. فبدا الكلام ده ايه، ينور معايا انا بقى. ان حضرتك حطيت هدف وفي بلان. ورسمت بقى بلان. حطيت هدف، انا محتاج اعمل ماجستير، محتاج اعمل كيمياء تطبيقيه، محتاج اعمل شغل مميز، مش زي اي ماجستير مش زي اي دكتوراه. انا عايز ابقى حاجه ليها قيمه واثر. عشان تبقى ليها قيمه واثر محتاج تطلع بره السرب شويه. السرب انت ماشي ايه، في ناس بتقول انا عايز اعمل ماجستير واعمل دكتوراه وخلاص معايا دكتوراه واشتغل بيها، ما اشتغلش بيها بقت بالنسبه ليها واجهه، بقيت دكتور. لا. طيب انت فين؟ لا انا مش عايز كده. فاطلع بره السرب عشان امشي في الحته دي. طبعا هتقابل صعوبات كتير وهتقابل تحديات كتير جدا، ولازم تحط لنفسك بلان A وبي وسي، وفي هدف واضح، وفي فكرة صح. وقبل كل الكلام ده الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنت بتعمل الكلام ده فيه إخلاص لله، وبتعمل الكلام ده لله عشان يخدمك ويخدم المجتمع ويخدم الناس وبعلم وينتفع بيه. ودي كانت البداية بيني وبين الدكتور مجدي في إننا عايزين نعمل كيمياء تطبيقية. بدأنا الموضوع. فساعتها أنا فكرت إيه، طب أنت مفيش شغل لغاية دلوقتي. قلت اعتبر نفسك يا حسين في إيه، في كلية الطب اللي أنت كنت عايز تخشها، وهتقعد 7 سنين. انت متخرج 4 سنين فباقي لسه كام؟ 3 سنين. فاعمل ماجستير في ال3 سنين كانك دخلت كليه الطب، بس يبقى معاك ماجستير وحاجه ذات قيمه. فقلت بقى ايه، مش هفكر في الشغل دلوقتي لان ما كنتش اعرف اوفق بين الاثنين. ومع احترامي الشغل كان وقتها هيبقى ايه، مع احترامي لكل الشغلانات هتبقى الشغلانات المتعارف عليها، يا اما بدرس كورسات، يا اما مندوب دعايه، يا اما في معمل تحاليل. مع احترامي برضو للكلام ده كله، الكلام ده كله على عيني وعلى راسي، بس انا كنت عايز ابقى ايه، اعمل حاجه مميزه. بس يعني الشغلانات دي كلها طبعا هي متاحة لطالب علوم او لخريج علوم، بس دي مش المين بتاعته، مش ده المكان اللي مظبوط هيحقق فيه ذاته. يعني انا هحقق مظبوط ذاتي في معمل تحليل هعمل ايه يعني؟ مظبوط هحقق ذاتي في مظبوط. شرح هعمل ايه برضه؟ يعني فكان بتاع تربية بيتقال احسن مني. فكان بيتقال لي، يقول لي ايه انت عايز، طب انت بتعمل ماجستير ليه وبتضحي بال3 سنين دول ليه؟ عايز اخش شركه دواء.
طب اصلا بتاع الصيدله ما بيخش اصلا شركه الدواء جوه في الابحاث والكيو سي والكلام ده كله الا بواسطه وصيدلي. لكن بتاع علوم ما بيقربش اصلا من الشركات الادويه الا ما نقدر. طب انا عشان اخش كل دواء شركه دواء محتاج ايه؟ محتاج اعمل مجهود، ماجستير، دكتوراه، حاجه قويه تبقى بالنسبه لي اضافه، عشان لما اروح اقدم في اي مكان يبقى انا بضيف للمكان اللي انا رايح اقدم فيه. هو في تعقيب بس بسيط على كلام حضرتك. هو دلوقتي يعني اصبح متاح ان هو خريج علوم بيشتغل في شركات الادويه، ولكن بيبقى محجم شويه محجم، في مظبوط. الكيو اي مثلا او في الكيو سي، ويشتغل اي بي اس. يعني هو شغلانته ايه ليميتد برضه، يعني مظبوط، مش يعني مش الحاجه اللي قلما هي. يشتغل برودكشن. مظبوط. يعني ده تعقيبا بس على كلام حضرتك يعني. فانت لازم تبقى مميز في حته معينه عشان خاطر تقدر تعمل حاجه زي كده. فخلاص انت اخدت الريسك، ابدا اشتغل 3 سنين، نبدا كانك انت دخلت كليه الطب وابدا اعمل ماجستير. قعدت سنه رابعه وتمهيدي ماجستير في المعمل مع الدكتور مجدي لغايه ما شربت الموضوع وشربت الصنعه. وفيها مرمطه، فيها مرمطه، وفيها تعب، فيها تعب. وساعات كنت بشتغل للدكاتره اللي موجوده مع الدكتور مجدي بحب، عشان بتعلم وعشان خاطر السنسيتيفيتي بتاعت ايدي تبقى زياده. لمجرد ان انا ازود يعني عدد الشغل فيزيد عندي الخبره. تمام. وابقى في الاخر سنسيتيف، ازاي اقدر ايدي تقول ده انت ايدك تتلف في حرير او انت ايدك تتلف في حديد. اه ده بيبان من ايه؟ من الشغل. ايد جراح، يعني ايد بتطلع كيميائي يعني. وبتطلع مركبات نظيفه وحلوه وجميله وبيور. ولما تيجي تعملها ان النمار تقول ان النمار الله ده البروتون ده زي ما الكتاب بيقول، ما فيهاش بقى الامبيوردز اللي موجوده. انت ايدك حلوه في الشغل. طب هيجي منين؟ من الممارسه ومن الشغل اشتغلت الكتير. كتير فغلطت كتير فتعلمت من الاخطاء دي، فالشغل اللي جاي شغل على نظيف. تمام. عملنا الشغل. بس انا قعدت بقى ايه سنه كامله. لما جيت بقى خلاص حطينا الديزاين سكيما، عرفنا احنا عايزين ايه. قعدنا حوالي 6 7 شهور بنشتغل، مفيش اي نتائج بتطلع. أنا في الاول قلت لك المركب ده حساس جدا، النتائج كلها بايظه. ما كانش بيجي يعني فترة كده او فترات يأس احباط؟ كتير كتير. حصل فترات يأس واحباط وقلت يا ريتني ما كنت كملت الكلام ده. بس انا كحسين يعني دايما ببص في حاجه انا واخدها مع نفسي يعني. هتقول الظروف، هتقول انك انت اخترت غلط، هتقول انت حطيت هدف غلط. لا، في ظروف، في ظروف، في تحديات، في تحديات. يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان ليه مقولة عظيمة جدا انا لغاية النهارده بشتغل بيها. المقولة بتقول ايه؟ المؤمن الضعيف دايما بيتحجج ويبرر ضعفه بقضاء الله وقدره، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره في الارض. وان لله عبادا ان ارادوا اراد الله. فمراد الله هنا مع العبد اللي عايز. الله، جملة صراحة يعني مؤثرة جدا يعني. ده سيدنا عمر بن الخطاب اللي الدولة الإسلامية انتشرت في العراق وفي الشام وحصل فتوحات في مصر والكلام ده كله، بيشتغل على ايه؟ مفيش حاجه اسمها ظروف، مفيش حاجه اسمها حجه، مفيش حاجه اسمها ده قضاء ربنا وقدره اتعامل معاه. في قضاء ربنا طبعا وقدره، بس انت ازاي تقدر تتغلب على الصعوبات اللي عندك، وازاي تقدر انت تحط لنفسك انك انت تبقى قضاء الله وقدره في الارض، بنجاحك، بتعبك، باصرارك، بشغلك على نفسك. بتطوع انت الظروف ليك يعني، او بتستخدم الظروف القاسية اللي انت فيها كنقطة تنطلق منها يعني. مظبوط. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي صلى الله علم عليه الامه وسلم. الاسلاميه لغايه النهارده معنى كبير جدا. ازاي يكون عندك هدف وبتبذل عليه الغالي والرخيص والتعب والمجهود الكبير عشان توصل ليه. في اول الدعوة الاسلامية سيدنا النبي كان ايه؟ كان يتأذي، كان صحابه اوذوا، كان يكذب، واتقال عليه حاجات كتير جدا، وكان في احباطات وكان في، لكن سيدنا النبي لم يستسلم. وحتى منظورنا الدنيوي صغير. لما سيدنا النبي راح الطائف 1000 كيلو رايح و1000 كيلو جاي، ومنظورنا احنا زي ما راح زي ما جه، ما عملش حاجة. لكن ده عشان يوصل لنا رسالة لما نيجي نقرأ عن السيرة النبوية، ان انا لو عندي فرصة فين عشان اوصل لهدفي لازم استغل الفرصة دي، حتى لو النتيجة ما كانتش مرضية. علينا السعي وليس علينا النجاح. بعد كده لما المجهود ده اتعمل، جات لي بعد كده في حاجات جات لسيدنا النبي مخصوصة لسيدنا النبي زي الإسراء والمعراج. لكن بعد كده الدنيا اتفتحت ليه وراح بدأ يحط التخطيط الصح الجيد والهدف اللي هو رسمه عايزه يوصل له، وبدأ يشوف ايه اللي تحت ايده ويحول انصاف الفرص لفرصة كاملة. كل واحد فينا عنده نص فرصة، كلنا ربنا رزقنا بفرص، بس البني ادم بعقله وبإخلاصه لله ازاي يقدر يحول نص الفرصة لفرصة كاملة. تحويلك الفرصة نص الفرصة لفرصة كاملة ده جزء كبير جدا من وصولك للهدف، وده اللي علمه لنا سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. يعني هاجر انا المدينة
وبدأ بعد كده الفتوحات، وخرج هو سيدنا أبو بكر، رجع 10,000 واحد مسلم أسلموا بسيدنا النبي لمكة. احنا لما ناخد نقرا السيرة النبوية نقراها من المنظور ده، أنا كحسين بقراها من المنظور ده. سيدنا النبي عمل إيه؟ كان ممكن ربنا يطوعه الأرض كلها والناس كلها تجيله مؤمنة برسالته، مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. لكن ده حصل، حصل، بس معاه ايه؟ معاه مجهود وتعب وشغل وتخطيط واصرار ويأس، وبعمل محاولة واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة لغاية ما اوصل للهدف. كل الناس اللي كان ليها تأثير في العلم وليهم قيمة وأثر، بص على التجربة الناجحة بتاعتهم اللي احنا بنستفيد منها لغاية النهاردة، هتلاقي قبلها محاولات فاشلة كتير. النجاح ما بيجيش إلا بالمحاولات، لا مفيش نجاح بيجي صدفة، واللي بيجي صدفة ده النجاح ده بيبقى سهل جدا ان هو يخلص. لكن النجاح المستمر اللي هو ليه قيمة وأثر بيبقى دايما نجاح مبني على المحاولات الكتير الفاشلة عشان توصل لمحاولة ناجحة. ده اللي انا اتعلمته وانا بعمل الكلام ده فين؟ في الماجستير. وده اللي اي حد يعني يقدر يتبعه فعلا فعلا يوصل لهدفه حتى لو بعد وقت. يعني انا لو هبلور كلام حضرتك كده، فحضرتك بتقول احط هدف، احط بلان للوصول للهدف دي، بلان ايه وبلان بي ولحد مظبوط. بلان زد. يعني لو كل البلان دي فشلت افضل مظبوط. مكمل. الاستمرارية والسعي، وتحرق طريق العودة. مظبوط، ده انا بطبقه حتى لما جيت مع الدكتور مجدي. قلت له يا دكتور احنا عملنا تقريبا حوالي 45 50 تجربة كلها فاشلة. انا فاكر الوقت ده كويس جدا. كنا الساعة 5، كنت دايما بقعد مع الدكتور مجدي بعد محاضراته لغاية الساعة 8 9 10 بالليل، واقعد مع الدكتور مجدي كده. قلت له يا دكتور لا في 45 50 محاولة فاشلة مش عارفين نعمل ايه. فقال لي تعالى يا حسين. فتحنا كل التجارب على المكتب عنده، بدأنا ناخد من كل تجربة التجربة الفاشلة دي انا عايز منها ايه، التانية التالتة الرابعة. حطينا لنفسنا كونديشن، دخلنا المعمل عملنا انا وهو. دكتور مجدي اشتغل بايده في التجربة دي. هو كمل جزء وبعد كده قال لي انا مروح، وكمل انت يا حسين وبالتليفون تابع معايا. انا يوميها ماشي من الكلية الساعة 3 الصبح. تمام. كلمته وكان متابع معايا. كلمته تمام تمام يا دكتور الموضوع واحد اتنين تلاته والكونديشن ماشي كده والاوبزرفيشن بتاعتي كذا. قال لي تمام زي الفل نكمل لتاني يوم. تاني يوم عملنا TLC عشان نعمل مونيتور الرياكشن زي الفل ماشي حلو والتجربه نجحت. ابدا افصل، فصلنا. ابدا على التحاليل، ماس NMR بروتون IR، الدنيا ماشيه مظبوط زي ما احنا عملنا زي الاكسبكتيشن بتاعتنا. والبروبوزد ستراكشر اللي خارجه من الرياكشن مظبوطه. فاحنا كده حاطين رجلنا على بداية الطريق. انت عندك derivatives من المركبات. الديريفاتيفز دي مبنية على القراءات ان هي وجود الفانكشن جروب دي في اي مركب بتدي الاكتيفيتي الاعلى. اخترنا الفانكشن جروب اللي بيها من القرايات بتاعتنا في الليتريتشر سيرفي قلنا ان الفانكشن جروب دي وجودها في اي مركب بيقدر يدي اكتيفيتي عالية. وده اللي اخترناه فعلا. كان يعني حتى الاختيار بتاعنا كان بيزد على قراءات وبيزد على خبرات ناس اشتغلت في الموضوع ده قبل كده، بس على مركبات تانية مش على ستريدومايد. وعملنا كل الديريفاتيفز الحمد لله، خلصناها فصلناها، عملنا لها التحليل اللي عشان نقدر نعمل ايدنتيفيكيشن ليها عن طريق البروتون نمار والكربون 13 والاي ار. والدكتور مجدي قال لي احنا محتاجين نعمل حاجه اسمها اكس راي عشان نثبت المركبات بتاعتنا مظبوطه. يعني ايه اكس راي؟ يعني انا بعمل سنجل كريستال، بيحصل ان الكريستالز بتنشأ بشكل منتظم، بحيث ان السنجل كريستال دي لما ادخلها على الجهاز اللي بيقيس البوند لينس والبوند انجل يقيسها بشكل صح ويحسبها بشكل صح، بحيث يديني المركب اللي انا مفترضه. بس انت محتاج وقت كبير علشان اخدنا حضرتك. شهرين في القصه دي. بالظبط يعني اخدنا شهرين، بس هي فكره ايه؟ انت برضو الهدف انا عايز اثبت ان المركب مظبوط مش بالتحاليل العاديه. اعمل سنجل كريستال. يعني اي حاجه يعني اي في حاجه لازم ليها، سبيل ان الشغل يتوثق تماما، ما كنتش حضرتك ايه بتتغاضى عنها، يعني كان لازم تعملها. كان لازم نعملها. وكان الجهاز فين؟ في مركز قومي البحوث. وكان وقتها انا فاكر ان هو كان ما كانش شغال. وبعد كده اشتغل ورحت مع الدكتور اللي كان شغال على الجهاز، شفت السنجل كريستال تحت الميكروسكوب وشفت طريقه عمل الجهاز ازاي. انت حتى بتبقى فرحان بنفسك كده وانت بتشوف ان المركب بتاعك او السنجل كريستال اللي انت عملتها واشتغلتها بتترسم قدامك. انت في ستراكشر بيترسم. لما اترسم وانت حاطط لنفسك افتراض بيزد على الميكانيزم بتاع الرياكشن والمركب اترسم، انت كده ماشي صح. يعني الافتراض مثبوت بايه؟ بتحليل. فعملنا الاكس راي. فاحنا كده خلصنا الكيمياء. وبعد كده الموضوع بالنسبه لنا ككيمياء كان منتهي تماما. يعني اثبات المركبات، وعملنا مركبات جديده، مركبات قويه. بس جينا في حته
انت النهارده بتقول المركبات دي ممكن تعالج ممكن تستخدم كديريفاتيفز لعلاج السرطان. عرفت منين؟ كان عندنا تحدي تاني ان احنا عايزين نجرب الشغل ده عشان نقيسه انتي تيومر. يعني ايه انتي تيومر؟ يعني عندي ورم سرطاني وعايز اشوف تاثير المركبات ده على الورم السرطاني شكله ايه. ليه؟ لان الثريدومايد اصلا لما جينا قرينا عليه وزي ما كنا بنتكلم قبل كده ان هو بيستخدم لعلاج الاورام السرطانيه. حتى اخد ابروفال في 2006 لعلاج سرطان المخ، البرين كانسر. تمام. طب ايه المشكله؟ في تحدي جديد ظهر. مفيش قسم بايو كيمستري عندنا. مم. كان لسه الدبلومه شغاله، بس كان حظي وزي ما قلت لك في الاول اخلاص النيه لله، ربنا بيفتح لك سكك انت ممكن تقول انها مش مفتوحه، اتفتحت ازاي؟ بس انت عايز تعمل حاجه وربنا معاك وفي اخلاص. كان الدكتور مجدي كان اشتغل مع زميل لينا اسمه الدكتور ايمن رشاد في الشركه العربيه للادويه على ستريدومايد، وعملوا مركبات. وكان في مركب من المركبات ادى اكتيفيتي عاليه مع الدكتور طارق عبد الرؤوف، استاذ الدكتور طارق عبد الرؤوف استاذ البايو كيمستري في معهد الهندسه الوراثيه في السادات. اشتغل على المركبات دي وجربها فيترو فيفو، لان في مركب مدي اكتيفيتي عاليه جدا اكتر من الستريدومايد بمراحل. يعني الورم السرطاني كان كبير بقى كده. طب انت عامل ديريفاتيفز مبنيه على المركب ده. طب يا دكتور طارق احنا عايزين نكمل القصه دي مع حضرتك عشان خاطر نبدا نشتغل ونثبت ان المركبات دي ليها تاثير لعلاج السرطان. بس هو شغال على مركب غير اللي حضرتك شغال عليه، يعني شغال على على السليدومايد. على السيرودومايد برضه. هو شغال على على السليدومايد برضه. السيرودومايد برضه بس كانت ديريفاتيفز ايه؟ مختلف عن مختلفه شويه. احنا حتى بنينا على النتيجه دي في شغل الكيمياء بتاعنا، ان احنا نقدر ندي مركبات ليها اكتيفيتي اعلى من المركب ده ومن السيرودومايد نفسه. بس الكلام ده على الورق، عايزين نثبته بقى. فالدكتور طارق مشكورا اشتغل معانا الموضوع ده ان فيترو وان فيفو، يعني بره الخليه وجوه الخليه. والافتراض اللي احنا حطيناه اللي اتبنى عليه الشغل الكيمياء، لقينا في شغل الانتي تيومر افكت مدي اكتيفيتي عاليه كتير عن المركب ده وعن السيرودومايد نفسه. طيب ان فيترو وان فيفو احنا ما عندناش الفاسيلتي في الكليه عشان تعمل حاجه زي كده. مع التيم بتاعنا دكتوره سماح الغلبان والدكتور بشوي يوسف، الدكتوره مرام زهره، الدكتوره اسماء المرسي، الدكتوره اسماء البلطي، مش عايز انسى حد. كلهم عملنا تيم مع بعض كده بنساعد بعض. اشتغلنا وطلعنا قسم الحيوان في اوضه الفئران، اشتغلنا على الفئران ان فيترو ان فيفو. يعني الفار بنحقنهم خلايا سرطانيه ونشوف تاثير المركب بتاعنا على الخلايا السرطانيه دي شكلها ايه. طبعا كان في من ضمن الكلام اللي كان في ناس بتتريق عليا بيضحكوا عليا، فعلا ايه اللي انت جاي تعملها؟ الموضوع كان جديد بالنسبه لينا يعني ان احنا نعمله. حتى لو كنت باكل الفار بكرولز وقتها وشيبسي وحاجات زي كده. ليه؟ لان هو في ورم سرطاني وفي ماده. انا مش عايز الفار يموت، انا عايز ان انا اعدي فتره معينه ويبدا التشريح وهو صاحي، يعني انا اللي موته. يعني انت بتدلعه علشان بدلعه عشان ما يبقاش في تاثير خارجي جاي عليه. اقتله انا. والحمد لله بدأنا التشريح وبدأنا ناخد النتائج، لقينا علاقة بينك وبين الفار علاقة توكسيك خالص يعني. لكن سبحان الله انت حتى بتفكر كده في صنع الله سبحانه وتعالى، ازاي الورم السرطاني بيتكون في الجسم، وازاي الدواء او الديريفاتيف اللي انت حضرته بيخش جوه الجسم لغايه ما يوصل للورم السرطاني ويبدا يعمل له انكماش. انت هنا بتشوف الفكره اللي كنت بقول لك عليها كيمياء تطبيقيه. انت الحاجه اللي انت حضرتها بايدك انت شايف نتيجتها على الارض، فدي بقى العلم انت بتحوله لتطبيق ازاي. قصتنا الجميلة دي كلها يعني عايزين نطلع منها بمورال كده للشباب، اللي هو يعني انا من بداية الكلية، انا بتكلم على لسان حضرتك، يعني اللي هو انا من بداية الكلية وانا بربط اللي انا بدرسه بالواقع مظبوط. بالابليكيشن بتاعته، مظبوط. لدرجة ان انا اشتغلت مع استاذي وحطيت نقطة بحثية معينة، وبعد كده اكتشفت ان هي اصلا هوت بوينت ومهمة جدا، واشتغلت عليها واتفاجئ بمجموعة برضو شغالين على نفس النقطة فاستعين بشغلهم، ففي الاخر اطلع حاجة يعني وده اللي احنا مهمة شفناه جدا فعلا. وحاجة فعلا اتعرفت. وما شاء الله انا نفسي يعني انا وقتها كنت صغير وسمعت عن الموضوع ده، وشفت وقتها حضرتك وانت ناشر على الفيسبوك. وخلصنا فعلا القصه دي. وبعد كده جينا تحدي تالت. انت في قراياتك بتقول ان في ميكانيكيه تاثير. ميكانيكيه التاثير دي هتبان ازاي؟ انك انت لازم تجربها، فلازم يخش معانا عنصر متخصص في الباثولوجي بس مش موجود معانا. اه، حد بقى متخصص ازاي اورام يقدر بقى او بقى كلينيكال ويشوف باثولوجي بقى او كلينيكال كده. باثولوجي ويشوف تاثير الورم السرطاني من غير الدواء، من غير الديريفاتيف دي، ومن غير المركب، تاثير المركب وبالتاثير المركب عشان يقدر يعمل كومباريزون بين الاثنين. بس ما كانش عندنا حد، فدكتور مجدي قال احنا هنشوف حد في كليه الطب المنوفيه. ورحت في يوم كده طب المنوفيه وبدات اطلع الادوار
واعرض نفسي على الدكاتره، في اللي يقابلني، في اللي يقول لي لا الموضوع انا مش انترستد بيه، في اللي بيقول لي ما يرضاش يقابلني. فجيت في مره في نفس اليوم دخلت قسم الباثولوجي وانا ما اعرفش انه قسم الباثولوجي. قابلت حد بقول له انا محتاج الموضوع، محتاج حد بتاع باثولوجي. قال لي خش المكتب ده هتلاقي فيه حد ممكن يفيدك بحاجه زي كده. دخلت المكتب وانا عارف ان انا محبط ومش هلاقي حد، وقلت دي اخر محاوله، ما كانش كده هروح بقى واقول للدكتور مجدي ان احنا مش لاقيين حد في الباثولوجي. قعدت في المكتب، سكرتارية المكتب انت عايز مين؟ عايز حد بتاع باثولوجي. قالوا الدكتوره رحاب سمكه. دخلت قالت لها في حد بره من كليه العلوم وعايز يتكلم معاكي في شغل. طلعت استقبلتني مقابله حلوه جدا، حكيت معاها الموضوع، قالت لي في الاخر انا انترستد ان انا اشتغل معاك الشغل ده، ابعت لي كل البيبر اقراها الاول ونشوف الدنيا اخبارها ايه. محض صدفة. صدفه، بس الصدفه هنا ايه؟ مبنيه على ايه؟ مجهود وتعب وسعي. ما وسعي. هو يعني حكمة بتقول يعني إن الأشياء العظيمة اللي بتحصل في حياتنا بنتعثر فيها مش بنعثر عليها، مظبوط بس بنسعى علشان مظبوط نتعثر فيها. مظبوط. اديتها كل البيبر اللي عندنا قريتها. بعد اسبوع اتكلمنا مع بعض ان احنا نعمل مقابلات في كليه طب او كليه علوم. خدت الدكتور مجدي ورحنا قابلنا الدكتوره رحاب ورحبت جدا بالشغل، وبدات تاخد مننا الشغل عشان تجربه باثولوجي وتشوف ميكانيكيه تاثير المركبات دي على الخلايا السرطانيه. وقعدنا في الشغل ده حوالي شهرين 3. خلصنا كده، بلورنا الموضوع، شغل الكيمياء خلص، شغل البايوكيمستري خلص كانت تيومر ان فيترو ان فيفو، شغل الباثولوجي خلص، واثبتنا فعلا المركبات دي بتقفل الوعاء الدموي اللي بيغذي الورم السرطاني عن طريق ان البروتين اللي احنا اتكلمنا عليه ان هو بيقلله. طب دلوقتي احنا عايزين ايه؟ نناقش. طب قبل المناقشه، طب عايزين ننشر بيبر في مصر؟ لا بره مصر. ليه؟ احنا عاملين شغل قوي بس ده الموضوع هياخد وقت. مش مشكله. ده تحدي تاني. هنا بقى دخلت في قصه جديده، ازاي تكتب بيبر، ازاي تقدر تعمل انترودكشن، ازاي تقدر تعمل تعرض شغلك، ازاي تقدر تحط النتائج بتاعتك وتربطها ببعض، باك جراوند اللي عندك عن الموضوع، ازاي تقدر تربط شغل الكيمياء بشغل البايوكيمستري بشغل الباثولوجي وتطلع كونكلوجن. طب عايزين نشرح الحتة دي يعني بشكل عام أكتر، علشان يعني في الناس فعلا بتيجي تعطل هنا، وفي ناس بتلجأ لمكاتب تعمل لها الموضوع ده، في ناس بتلجأ لحاجات جاهزة يعني. حضرتك فاهم الشغل ده. لا، لو واحد أنا مجتهد وأنا فعلا عايز أبدأ أكتب بيبر وعايز أعرف البيزكس بتاعتي، أنا هبدأ إزاي؟ هعمل إيه؟ مين يوجهني؟ اول حاجه في موضوع البيبر لازم كنت انت قاري بيبر كتير عشان تاخد فكره اللي كتب البيبر، يعني أول حاجة الاطلاع يعني. الاطلاع، وتبدا تجمع عن الموضوع بتاعك بشكل مسلسل. يعني ايه بشكل مسلسل؟ انت عارف الهيستوريكال باك جراوند بتاع الموضوع، وانت اخر حاجه الناس وصلت ليها ايه، وانت عملت ايه وبتبني عليه ازاي. فلما تيجي تكتب الموضوع انت بتكتب قصه بتحكيها، وفي تسلسل بيحصل، مش كل فكره في حته فاللي يقرا اللي وراك الشغل يعرف ان الدنيا سمك لبن تمر هندي. لا، ده في موضوع مسلسل وقصه انت بتقراها وانت مستمتع. أيوه أيوه. غير كده بقى المساعده بتاعت الاستاذ مشرف عليك. ده بيعتمد على المشرف يعني. مشرف، وعلى دورك انت برضه، قرايتك برضه مهمه مع دور المشرف. هنا بقى بيحصل الكومباينيشن بقى، وبعد كده تبدا ايه، تبدا تكتب بيبر، هتغلط مره واثنين وثلاثه وبعد كده المشرف يصحح لك لغايه ما توصل لحاجه السيمي فاينل، محتاجه بس شويه رتوش كده عشان تبقى في الفاينل فورم. المهم كتبنا البيبر وخلصنا الشغل كله على البيبر الحمد لله تمام. بدأنا نبعت البيبر عشان تتنشر في مجله اسمها البايورجانيك ميديسنال كيمستري، وهذه دي من المجلات القويه اللي امباكت فاكتور والليفل بتاعها عالي. وكنت انا خايف من التجربه دي بس قلت لازم ادوس فيها. بعتنا البيبر، فوجئنا ان في محكم من المحكمين اسمه هاشيموتو، ما اقدرش انساه، ده اللي هو ملك السريدومايد. ده ده ياباني شغال اكيد، ياباني. هاشيموتو ومش عارف ايه. هم اليابانيين اللي. ده بروفيسور ياباني شغال جدا، وكان يمكن اغلبيه الاستشهادات بتاعتي في الرساله بتاعت الماجستير والدكتوراه كان عن طريق هاشيموتو. بعت لنا قال لي انتوا شغالين في هوت لاين، الشغل عاجبني جدا بس محتاج شويه رتوش كده نقدر نظبط بيها الايه البيبر. وفي محكم تاني قال لي ان الدنيا تمام بس برضه محتاجه شويه رتوش بسيطه، منها جزء عمل يتعمل هياخد اسبوعين عشان يثبت حاجه معينه في الشغل بتاع البيولوجي. المهم عملنا الشغل ده والدنيا تمام. وخلي بالك انك تكتب بيبر فيها تيم وورك مكون من بايوكيمستري وباثولوجي وكيمستري، الموضوع ما كانش سهل، وكنت حابب اتعلم. فكنت اخلص مع الدكتور مجدي اروح للدكتور طارق، اروح للدكتور رحاب، وابدا انا بلف حواليهم كده لغايه ما نبدا نكتب البيبر ونقعد مع بعض في الفاينل كل واحد يبدا يربط الدنيا ببعضها ازاي. والحمد لله بعتنا البيبر بعد التعديلات اللي طلبوها. انا فوجئت بتليفون جاي لي من دكتور مجدي قبل في 2008 في وقفه عرفه قبل الفطار بساعتين: مبروك يا حسين البيبر اتقبلت. ده كان بالنسبة لي يعني حاجة عظيمة يعني. وقتها يعني سجدت لله شكرا. والحمد لله بدأت أشوف تعبي الفترة اللي فاتت بدأ يتبلور بشكل حلو.
حضرتك مش نايس يعني، ما شاء الله فاكر التاريخ يعني الاحداث ال- العظيمه اللي اللي اصل بتبقى الحاجات يعني دي حاجه انا مستنيها بقى يعني حاجه مستنيها، وايه، وانت كنت خايف منها انها ممكن ما تحصلش. كانت من اسرع البيبرز اللي اتنشرت. وفي مجله كبيره، فانا حاطط ايدي على قلبي يعني. بعد كده عملنا رساله الماجستير، والدكتور مجدي قال لي ده هيبقى احنا بنعرض بس الايه الموضوع، ان الحمد لله شغلنا منشور في بيبر قويه. ما شاء لدرجه الله. ان استاذنا الدكتور ابراهيم زيد قال لي ان الشغل ده انا لو موجود بحكمه وليا قرار، ده شغل رساله دكتوراه تمنح بيه رساله دكتوراه مش رساله ماجستير. خلصنا الماجستير، جات لي منحه في الكليه، منحه تدريس عشان اكمل بيها الدكتوراه. المنحه دي خدتها بعد ما حصل منافسه بيني وبين 6 7 زملاء من لجنه منعقده من قسم الكيمياء. وانا حتى يوميها كنت رايح وانا بقول ايه، انا عندي كده دايما في كونسبت عندي، لو ليك رزق في مكان هتاخده، بس انت بتسعى ليه، الخير اللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. فرايح وانا بقول ايه، اخدتها ما خدتهاش مش هتفرق. وكل واحد من الطلبه اللي كانوا موجودين كان معاه الاستاذ بتاعه. انا اليوم ده الدكتور مجدي ما جاش، فانا بطولي دخلت على اللجنه، سالت من كل اعضاء اللجنه، لدرجه ان انا سالت اسئله من خارج اللجنه. اخر سؤال الدكتور سيد الشريفي قال لي مبروك، هو من خارج اللجنه، مبروك على المنحه، انت جاوبت على كل الاسئله حتى الاسئله اللي بره اللجنه، واخدنا المنحه الحمد لله. و منحه تدريس في منحه الكليه. تدريس في الكليه، واكمل بيها رساله الدكتوراه. كان مدرس مساعد يعني. اه تمام. كمل بيها رساله الدكتوراه، وفعلا انا في رساله الدكتوراه بكمل على نفس الموضوع بتاع رساله الماجستير. موضوع قوي جدا، فطبيعي لازم يكمل. فلازم يكمل، مش هغير الموضوع. سجلنا رساله الدكتوراه على نفس الموضوع، بس محتاجين يحصل ليفل اعلى شويه ونشتغل ادفانسد ليفل. فبدانا ندور على حد نوسع التيم بتاعنا. فقابلنا الدكتوره اميره جمال الدين من مركز بيولوجيا السرطان في مركز قومي البحوث، الدكتوره ربى طلعت من معهد الهندسه الوراثيه في السادات، عشان نبدا نشوف الشغل ده على سرطان هيومن كانسر سيل لاين. مش هنفضل بقى شغالين على مش على الفئران الفئران، بقى. محتاجه حاجه ادفانسد شويه، محتاجه برضو اننا نشتغل على الميكانيزم ادفانسد شويه. بس كان في عقبه تمويل. كتبنا مشروع بحثي واخدناه بعد 2 مراجعات وكتابات من اكاديميه البحث العلمي ب1,000,000 جنيه. كملنا بيها الشغل والحمد لله خلصنا الشغل ونشرنا لحد النهارده 10 بيبرز ما شاء الله. كلها على سيليدوماي. وعملنا رساله الدكتوراه وناقشنا رساله الدكتوراه، ووصلنا بقى لاخر هدف اللي احنا كنا عايزين نوصل له. انت معاك دكتوراه هنا. بس انا عايز اقول نقطه لطالب كليه علوم. الدكتوره ناديه زخاري دي كانت وزيره البحث العلمي وكانت محكمه رساله الدكتوراه. قالت لي ان ترتيب مصر وقتها كان 28 على مستوى نشر الابحاث العلميه، وان قسم الكيمياء او العلوم الاساسيه ليها الاثر الاكبر في وصول مصر للترتيب ده، وخاصة بالذكر قسم الكيمياء والنشر بتاع قسم الكيمياء. فهنا انا بدي للطالب كده خلي بالك، العلوم الاساسيه وكليه العلوم اللي كانت مش عاجباك في الاول، اي اثر موجود لغايه النهارده واسهامات بشريه اساسها علوم اساسيه. يعني احنا واخدين في مصر مركز متقدم، والنهارده تقريبا احنا 22 كمان، احنا اخدنا مركز اعلى من كده بسبب النشر العلمي في العلوم الاساسيه. وان دايما قسم الكيمياء، يعني هخص بقى ان انا بما ان انا كيميائي يعني، ليه اسهامات قويه، والبيبر بتاعتك او الشغل بتاعك ما بيبانش الا لما تطعم الكيمياء بعلوم تانية، والعلوم التانية لما تخدم على قسم الكيمياء كل العلوم دي بتبان. هنا فايدة التيمورك، انت عندك فكرة وانا عندي فكرة وفلان عنده فكرة، كلنا بنحط افكارنا في الحتة بتاعتنا، وفي الاخر الكلام ده بيتربط بيطلع شغل ليه اثر كبير. يعني ذا باور اوف تيم وورك يعني. دي من الحاجات اللي انا كنت مبسوط بيها جدا. حضرتك خلصت الماجستير، كملت في نفس التايتل لحد ما وصلت ما شاء الله للدكتوراه بعد ما خدت تمويل. كل ده ايه مصدر الدخل؟ انا شغال ايه؟ لان دي جزئيه كريتيكال جدا الناس بتسال فيها. انا هعمل ماجستير وهعمل دكتوراه جميل وهوهب نفس العلم، انا هصرف منين؟ بفرض ان انا بطولي ده مش هيرجع مثلا ايه، هنستثني الاهل، انت اهلك اغنياء اهلك فقراء مش هتفرق. انت كشخص مصدر دخلك هيبقى ايه؟ كان المشروع في مصدر الدخل، يعني الدخل بدأ بعد ما سجلت الدكتوراه وخدت المنحة وقدمت على المشروع. من ضمن المشروع انه بيديك راتب شهري. جميل كان جدا. دخلي كله كان في المشروع لغايه ما خلصت الدكتوراه، وكان وقتها مبلغ يعيش. فانا مش طامح لاي حاجه غير ان انا غير ان اعيش عايز اكمل واشتغل. واكمل. وكان القصه كلها في الكليه، معايا منحه بدرس، معايا مشروع باخد منه مرتب وبكمل الدكتوراه بتاعتي،
وبنعمل لقاءات برضو في مركز قومي البحوث الهندسه الوراثيه في علوم المنوفيه. وده استمر قد ايه يا دكتور؟ استمر ل 2015. انا خريج 2004، بدات من 2004 ماجستير لحد ما خلصت الدكتوراه في 2015. اللي انا بحكي لك ده في وسط الكلام ده في كميه تحديات غير طبيعيه وكميه معوقات غير طبيعيه، بس كل حاجه انا كنت بقسمها. الحته دي ازاي احلها، الحته دي ازاي احلها، عندها عقبه في التمويل هتحلها ازاي. في مشاريع من اكاديميه البحث العلمي النهارده الحمد لله احنا المشروع بتاعنا من ضمن المشاريع القليله اللي دخلت الكليه، ما كانتش هي الوحيده. بالنسبة للشغل، دي مشكلة كبيرة جدا، يمكن أكبر مشكلة بالقة كده بتقابل أي حد خريج حتى لو خلص الجيش أو خد تأجيل من الجيش. حتة الشغل، هقول لك أنا هشتغل فين وهعمل إيه، لأنه قدامه شغل كتير بس يمكن هو مش ساتسفايد عنه. يعني أنا أقول لك أنا مش عايز أبقى ميديكال ريب، أنا اسمي مندوب مبيعات بس شيك شوية. مش عايز أشتغل في معمل تحاليل، لأن أنا رحت ولا جيت طبيب اللي هو يعني اللي واخد كلينيكال باثولوجي او اللي هو شاطر في كلينيكال باثولوجي احسن مني، اوكي، دارس اكتر مني. تمام. او انا سبيشالست في تحليل الكيمياء اللي انا ممكن اكون اخدت دبلومه فيها مثلا، او في المايكرو. فبرضه المجال التحليل مع الشباب ما بيبقاش مناسب قوي، ممكن يبقى مناسب مع البنات اكتر. يعني مجال التدريس خلاص يعني قتل بحثا، يعني بقت كلها مدرسين. فبيبدأ الشاب يبص على شركات الأدوية، يعني بتبقى بالنسبة له الحاجة الجولد بقى، يعني أنا هشتغل هنا. بتبقى في صعوبات طبعا في الأول، ولو لقى فرصة بيلاقيها كيو اي أو كيو سي زي معظم الناس اللي بتشتغل. بيبقى صعب شوية إنك تشتغل كيمست أو إنك تشتغل ار ان دي. طب عايزين نعمل إسقاط كده بقى على حضرتك، يعني نستفيد من القصة يعني. هنا يعني مش عارف حد هتصدقوني ولا لا، انا فعلا لما دخلت شركه فاركو كان الموضوع مجهود ذاتي ومبني على الخبرات والشغل اللي انا عملته والبيبرز اللي انا نشرتها. أصل هو يعني فاركو هو بالنسبة لناس كتير حلم او مكان عالي، مكان كبير، مكان مش هتوصل له غير بواسطه، مش هتوصل له غير بتزكيه من حد كبير او ليك حد جوه. ده كل الكلام اللي بنسمعه حتى الان. مظبوط. بس هو هنا بقى زي ما قلت لك في الاول، انت اخلاصك لله شكله ايه. الحاجه اللي انت عملتها وربنا وفقك وسعيت ليها ووصلت ليها كانت لله. هل بعد كده ربنا هيسيبك؟ لا. لا طبعا. الموضوع جه بصدفه بحته جدا بشركه فاركو، عن طريق ان انا اتصلت بشركات كتير عشان اعمل انترفيوهات، وعملت انترفيوهات مع شركات بس ما كانش فيه نصيب، لان شغل الفارماسيوتيكال هنا بعيد شويه عن شغل الكيمياء. لحد ما كان في مصنع اتعمل في فاركو من ضمن مجموعه فاركو لانتاج المواد الفعاله، ووقتها كانوا بيبداوا يطلعوا الماده الفعاله بتاعت فيروس سي. وقتها مصر طبعا من ضمن الدول او كانت هي الدوله الكبيره اعلى نسب اصابه بفيروس سي في العالم كان في مصر. كان في توجه من اداره الشركه او اداره المجموعه ان احنا عايزين نعمل دواء فيروس سي في مصر كماده فعاله، ونعمل الدواء نفسه، نشارك في ان احنا يبقى قيمته او سعره قليل، ويبقى في الاخر توجه قومي ان احنا عايزين نساعد في ان فيروس سي يحصل له اليمينيشن ويتم القضاء عليه في مصر. وبعد ما كنا اول دولة على مستوى العالم في فيروس سي، الحمد لله النهاردة احنا من الدول اللي بتبقى نموذج في كيفية التخلص من فيروس سي. ما شاء الله. رحت عملت انترفيو. وقتها كانت قال لي طب احكي لنا كده الماجستير والدكتوراه بتاعتك، فلقيت ان في لجنة منعقدة في المكتب العلمي في سموحة. ورحت عملت الانترفيو وحكيت كل الشغل، الحمد لله اكسبتد، والناس اعجبت بالشغل بتاعي وبفكري، وقالوا خلاص انت من بكره معانا في شركه فاركو. رحت شركه فاركو، بدات افهم الموضوع، وكانت طبعا دي نقله جديده بالنسبه ليا. النقله الاكاديميه مختلفه شويه، الشغل على البنش سكيل مختلف شويه عن انت تشوف شغل على برودكشن سكيل وكميات كبيره. وخلي بالك انت بتشتغل على ديريفاتيفز، يعني ايه؟ سنسيتيف. وحاجه، لا وحاجه بتعمل تصنيع او ديزاين وسنسز لمركبات كيميائيه، بعد كده الموضوع خلصان. لكن هنا في الدواء انت بتعمل دواء او ماده فعاله بتخش في دواء، وبعد كده في بني ادم بياخدها، فخضع لرولز كتير جدا. واشتراطات كتير، وموضوع مختلف تماما عن اللي انا كنت بدرسه فين في الكليه. فهنا بقى بدات افهم الموضوع، افهم الدنيا، ايه المطلوب مني، ايه الاشتراطات، عشان خاطر انت عايز تخش الموضوع بس افهمه الاول قبل ما تخش الموضوع. وهنا في نقطه، مش ما ينفعش تبقى عندك الحماسه انك وصلت لهدف معين تقول ده انا اجدع واحد في الدنيا، خش بصدرك واعمل اللي انت عايزه. لا، اجي اقف اتفرج شويه. كمرحله جديده تفهمها الاول قبل ما تخش فيها، وتاخد خبرات جديده. وخبرات المصانع مختلفه تماما عن خبرات الايه،
انا خبرات الشغل المعامل في الكليات. والحمد لله دخلنا ودخلنا تدرجنا في الليفلز لغايه ما الحمد لله وصلنا مدير اداره الابحاث والتطوير ما في شاء شركه الله. فاركو. كان الحمد لله عندنا اسهامات مع الفريق العمل اللي موجود هناك، اتعلمت منه كتير جدا، وكنا بنعمل فعلا حاجه ذات قيمه مبنيه على تيم وورك، كل واحد بيعمل الحته بتاعته بحب وبتجرد وبإخلاص، وبعد كده كلنا بنخدم على بعض فيطلع منتج ايه محترم. احنا الحمد لله قدرنا ننتج المادة الفعالة للفيروس سي بطريقة ثابتة بكواليتي عالية، سعرها أرخص من اللي بره بكتير. عملنا عن طريقها دراج ماستر فايل. يعني ايه دراج ماستر فايل؟ إن أنا الشغل اللي عملته كله في المصنع وفي المعمل وطريقة الإنتاج والفاليديشن والسبيسيفيكيشن والشهادات موجودة في دراج ماستر فايل. أخذنا الدراج ماستر فايل وقدمناه في منظمة الصحة العالمية WHO، وجم عندنا عملوا اوديت ان هم بدأوا يشوفوا المصنع ده هل مطابق للمواصفات بتاعتهم ولا لا. ده الاوديت. ده الاوديت. جات لنا لجنه من WHO وقعدنا معاهم وبدأوا يعملوا علينا اوديت كامل، كان ليهم شويه تعليقات ظبطناها، وبعد ما خلصنا الموضوع ده كله اخدنا شهاده من WHO بتقول ان احنا كمصنع بري كواليفايد. ما شاء الله. ودي كانت اول مصنع في مصر ياخد WHO. وحضرتك كنت مشارك طبعا في الموضوع. الحمد لله. والدراج ماستر فايل اتقبل في WHO. ما شاء الله. جينا في تحدي تاني ان احنا قدرنا نطور مادة فعالة تانية اسمها الريفيداسفير لعلاج فيروس سي، بس اشتغلنا على الجينوتايب بتاع جنوب شرق اسيا. بعد كده عملنا ديفلوبمنت بالتعاون مع بيوت خبرة ايطالي. ده كان في سوفوس بوفيرت، بيت خبرة ايطالي. والحمد لله احنا كفريق في المصنع قدرنا نعمل ديفلوبمنت للبروسيس نفسها وتطوير ليها بحيث ان احنا نخلي الكواليتي بتاعتنا عالية وماشية مع المواصفات العالمية لإنتاج المواد الفعالة. وزي ما قلنا أخدنا على أساسها WHO وأخدنا على أساسها دراج ماستر فايل بتاعنا اتقبل في WHO. عندنا تحدي تاني كان الريفيداسفير، الحمد لله طورناه وانتجناه، عملنا ليه دراج ماستر فايل. وبعد كده سجلنا الريفيداسفير كأول دواء لعلاج الفيروس سي في ماليزيا وفي تايلاند، لأن هو بيشتغل على الجينوتايب بتاع جنوب شرق آسيا. وبدأ حتى في ماليزيا عندهم اسمها البلو بوك اللي هو الكتاب الأزرق، بيحطوا فيه الأدوية اللي بتعالج الأمراض اللي عندهم. والحمد لله حطوا الريفيداسفير اللي جاي من شركة فاركو لعلاج فيروس سي عندهم. اللي هو كان شغل التيم بتاع حضرتك. شغل التيم كله. التيم كله. التيم كله، الأبحاث والإنتاج والكيو سي والكيو اي والهندسية، وفوقها كان السبورت بتاع الإدارة اللي ادتنا الفرصة إن احنا نعمل حاجة زي كده. وعملنا دراج ماستر فايل وقدمناه في وزارة الصحة المصرية واتقبل الحمد لله في وزارة الصحة المصرية. ما شاء الله. وبعد كده جالنا اوديت من هيئة برازيلية اسمها الأنفيزا عشان خاطر برضو الدواء التاني بتاع الريفيداسفير بتاع فيروس سي. عملوا علينا اوديت والحمد لله عدينا واخدنا شهادة ان احنا معتمدين عندهم لعلاج فيروس سي عن طريق الدواء بتاع اللي احنا عملنا له ديفلوبمنت هنا في الشركة اللي هو الريفيداسفير. وكانت خبرة جديدة عليا انت ازاي تقدر تشتغل وتحول شغل من البنش سكيل لبايلوت سكيل ومنه لبرودكشن سكيل. انت بتشتغل هنا بكميات صغيره 50 مللي جرام او 50 جرام 100 جرام، تطلع بعد كده نص كيلو، بعد كده تطلع ل 10 كيلو، بعد كده تطلع لارج سكيل 50 يعني. كيلو و100 كيلو. برودكشن كامل بقى. وطبعا ده في السكيل اب بيحصل معاه شويه تعديلات لازم تعدلها في البروسيس بتظهر مع السكيل الكبير. فكان ده تحدي وخبره جديده بالنسبه ليا. مع الخبرات اللي عندنا قدرنا الحمد لله نوصل للتارجت بتاعنا ان احنا نعمل ادويه بدراج ماستر فايل خارجه من شركه فاركو. الحمد لله دلوقتي عندنا تحدي جديد شغالين فيه دلوقتي ان احنا عايزين ننتج الادويه الجديده اللي نازله لعلاج مرض السكر. وبدانا الحمد لله نشتغل في الموضوع ده في المعمل عندنا وخلصنا شغل المعمل، واحنا دلوقتي في مراحل الانتاج والتسجيل المركبات دي كمواد فعاله لعلاج السكر منتجه من شركه فاركو. فده تحدي جديد. يعني لسه بتعملوا دراج ماستر فايل تاني وبعد كده دراج ماستر فايل، بس قبل دراج ماستر فايل كده بنعمل الديفلوبمنت وبنعمل شغل الانتاج ما شاء الله. والفاليديشن عشان نقول ان عندنا الكواليتي بتاعتنا عاليه، ان عندنا روبست بروسيس بتدي كواليتي عاليه وبتدي ماده مواصفاتها متطابقه مع المواصفات العالميه. وجود حضرتك وسط التيم الجميل ده والشغل العالي قوي ده، يعني ده كان نتيجة تعب كبير جدا في الماجستير، تعب كبير جدا في الدكتوراه، خبرة، كل ده ما كانش ببلاش يعني. لا طبعا كان في حاجات كتير دفعت جدا من مجهود وتعب وتحديات من واحباطات 2004 ل 2015 ده وقت كبير يعني مش وقت قليل. فكان لازم ده ربنا يتوجه بالنجاح يعني ده ما شاء طبعا الله، فضل كبير من عند ربنا والتفرد كمان الحمد لله.
وزي ما بقول يعني ان دايما يعني حتى في جائزة نوبل لما تيجي تبص على جائزة نوبل دايما تلاقي الاسهامات اللي في البشرية اساسها علوم اساسية. حتى جائزة نوبل اللي راحت لكلية الطب لو تاخد بالك هتلاقي ان هم اصلا شغلهم كعلوم اساسية، مع انها جائزة تبع كلية الطب كجائزة نوبل. يعني نوبل في الطب واخدها ناس اوريدي هم اصلهم علوم اساسية. فالعلوم الاساسية هنا يعني حتى الرياكشن اللي بيني وبينك دي كيمياء، انت مبسوط ليا وانا مبسوط ليك، حصل بقى هرمونز طلعت بقى فانا مبسوط بيك وانت مبسوط بيا، فبالتالي حتى اما واحد يروح يخطب او يتجوز في مشروع جواز او مشروع خطوبه، ده هرمونات بتطلع بيخليك انت قابل البني ادم اللي انت هتخطبها وهي قابلاك. ده لما تيجي تاخد بالك ده هتلاقي كيمياء. كيمياء موجوده في الاكل والشرب، موجوده في الدواء، موجوده في اللبس اكيد. كصبغات. الانسان فهتروح يمين شمال فوق الانسان تحت، معمل كيميائي متحرك. هي كده. وهتروح يمين شمال في كل التخصصات هتلاقي ايه؟ الكيمياء. وبقيه العلوم الاساسيه طبعا اكيد مهمه طبعا يعني، بس اكيد، بس انا بتكلم عشان هنا بتكلم على مجالي فممكن ايه هقدر اتكلم عليه اكتر يعني. عشان مبقاش في تحيز بس. لكن العلوم الاساسيه مش عايزين طبعا مشاكل مع الاقسام التانية. العلوم الاساسيه دي علوم مفيده جدا طبعا، ليها اسهامات في البشريه. انت موجود في كليه العلوم عارف انك انت ليك دور، بس محتاج تتعب وتشتغل على نفسك كويس. احنا تشرفنا بحضرتك، ربنا يخليك يا يوسف. وقصة نجاح وكفاح الصراحة يعني يرفع عليها القبعة، يعني ربنا ترفع عليها يخليك القبعة. ربنا يخليك. على فكره في ناس كتير احسن مني كتير جدا، يمكن حتى الصدفه او حتى الترتيب بتاع ربنا اللي خلانا الحمد لله ان احنا نتقابل وتعمل معايا المقابله دي. الحمد لله احنا حاجه صغيره خالص، خالص صغيره خالص يعني. وقدام الكلام ده في ناس كتير احسن مني. على قد ما بنقدر بنحاول وبنسعى وبنجتهد وعشان نوصل لحاجه كويسه ليها اثر وليها قيمه. يمكن انا اخر حاجه بس اختم بيها، ان انا ببقى مبسوط جدا وفرحان جدا لما الاقي ان في مدارس علميه بتبعت لي احكم البيبر بتاعتهم. يعني انا الحمد لله انا ريفيور في 7 بيبر ما شاء الله. وحكمت في البيبر، ولدرجه ان انا الحمد لله في بعض البيبرز ان انا برفضها دلوقتي. ورفضي ليها مش معناها تكبر، رفضي ليها معناها ان انا بحترم نفسي لان ممكن الاقيها بره السكوب شويه او بعيده عني، مش من لي كيمستري، فبرفضها. فببقى مبسوط جدا الحمد لله ان حتى بقى ده العلم الذي ينتفع بيه، ان هو اسمك مربوط بحاجه معينه انت اشتغلت بيها، في حد اشتغل على في نفس الاريا فخلاك او انت ظهرت انك انت ممكن تحكم الايه البيبر ما ده. هي دي مرحلة الحصاد بقى. فالحمد لله الواحد بيبقى مبسوط وفرحان بايه بحاجه زي كده، ان هو بقى حاجه عنده ليه علم ينتفع بيه واثر، غير كمان الاستشهادات اللي بتبقى على البيبر بتاعتنا. زي ما انا قلت لك احنا ناشرين 10 بيبر، فالبيبر دي الحمد لله فيها استشهادات على مستوى العالم كتير. اخرها لسه جاي استشهاد من شراكه بين جامعه سعوديه وجامعه روسيه، وخدونا احنا البيبر بتاعتنا ريفرنس ليهم في الشغل بتاعهم. فالواحد بيشوف الحاجات دي بينبسط وبيفرح وبينسى التعب اللي تعبه. ودايما بنقول ان ده علم، العلم ده هتطلبه ربنا هيديهولك. احنا عايزين نصيحة بقى من حضرتك أخيرة لأصدقائنا اللي موجودين في كلية العلوم في مرحلة البكالوريوس أو في مرحلة التخرج، لو هو عايز يشتغل في مكان كبير زي اللي حضرتك فيه، أو في مكان أعلى، أو في مكان يعني يليق بيه، يعني يحس إن هو حقق فيه ذاته. لازم تشتغل على نفسك وتطور من نفسك. لازم يبقى عندك طموح وعندك هدف عايز توصل له. لازم يكون عندك ادوات تحت ايدك وتحول ازاي تقدر تحول بدماغك ونعمة العقل اللي ربنا اداها لك من انصاف الفرص لفرص كاملة. ازاي تقدر انك انت توصل للهدف بتاعك، ده محتاج مجهود كبير، محتاج تشتغل على نفسك كتير. بنصحك دايما ان دايما عندك اخلاص لله سبحانه وتعالى. بنصحك انك انت دايما ما تخليش الاحباط هو اللي ممكن يأثر عليك في هدف انت عايز توصل له. الامام الشافعي كان ليه مقولة جميلة جدا كان بيقولها لوالدته، بتقول له يا شافعي ماذا استفدت من دروس العلم؟ قال لها استفدت أن الذل للعلم واحترام المعلم وإن العلم حر وطالبه عبد. طول ما أنت هتبقى عبد للعلم، هو أنت كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، بس العلم ده ربنا مش بيديه لأي حد، وعشان خاطر تكتسبه محتاج تشتغل عليه كتير جدا يعني. ويعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها على طالب العلم رضاء بما يصنع. فأنت في حتة مختلفة لو انت حطيت في نفسك انك انت عايز تتعلم وتطور من نفسك وما تستعجلش. الاستعجال بيضيع منك حاجات كتير. هتوصل للي انت عايزه، اللي انت عايزه هيجيلك تحت رجلك، بس ما تستعجلش. محتاج تتعب، محتاج تشتغل، محتاج تعمل حاجة، محتاج تبقى متميز حاجة كويسة، محتاج تبقى تعمل حاجة كويسة تبقى بيها متميز. التميز في العصر ده
اللي احنا فيه احسن من انك انت تمشي مع السرب. هتبقى زيك زي غيرك. اكيد اكيد. تميزك بايه؟ انك انت تطلع بره السرب شويه. هيبقى فيها معوقات، هيبقى فيها شغل وتعب ومجهود، بس في الاخر النتيجه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبقى مرضيه باذن الله. احنا اتشرفنا بحضرتك جدا دكتور شرف ليا حسين. طبعا، شرف ليا. ربنا يجعل علمك ده ينتفع بيه ربنا ويزيدك من يخليك يا علمه رب، ومن نعيمه يعني. ربنا يخليك يا رب. تسلم، وانا مبسوط بيكم، وشرف ليا النهارده معاكم في وسطكم، وربنا يبارك ان شاء الله، ويبقى الجاي احسن باذن الله. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا لاستماعكم، وانتظرونا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست اعرف كليتك. ولو في اي حد حابين ترشحوه لينا او نموذج شايفينه قدوة ومحتاجين تسمعوا منه نصايح، يا ريت تعرفونا في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.